بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة جديدة من برنامجكم الساحرة المستديرة. عايزين النهاردة نتكلم على ماتش الأهلي وفيوتشر بكرة إن شاء الله في نهائي كأس السوبر للأبطال، اللي هو البطولة مش المستحدثة بقى، استكمالا للسوبر المصري القديم اللي كان بيتلعب ما بين بطل الدوري وبطل الكاس. زي ما قلنا قبل كده إن السنة دي بقى 4 فرق: بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كأس الرابطة ووصيف المفروض الدوري واللي هو موجود في فيوتشر والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. عندنا برضو النهارده كان في ماتشات في الدوري هنتكلم عليها في الاخر كده على طول، يعني باستفاضه. ونقول لكم النتائج اللي حصلت النهارده. لكن خلينا نبدا بمباراه الاهلي ومباراه فيوتشر بكره ان شاء الله في تمام الساعه 7 تنطلق المباراه. الاهلي اعتقد التشكيل اللي هيبقى فيه طبعا، عرفنا ان ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي لن يشاركوا في المباراه بسبب الاصابه. فان شاء الله بكره التشكيل المتوقع: مصطفى شوبير، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، محمد هاني وعلي معلول، مروان عطيه، احمد نبيل كوكا. هيلعب اكيد ان شاء الله بكره. وعندنا امام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو، ده انا اعتقد ده التشكيل، وكهربا. ده اللي انا اعتقد التشكيل المتوقع. بالنسبه للفوتشر طبعا جنش، وعندنا محمد عبد السلام، وعندنا علي الفيل، عندنا باسم علي، عندنا غنام محمد، عندنا محمد فاروق هيغيب عن الماتش، عندنا احمد عاطف، عندنا لعيبه عبد الكبير الوادي، عندنا محمد ربيع. عندنا لعيبه كويسه جدا في فيوتشر. بكره ان شاء الله هيبقى ماتش ممتع ان شاء الله، ونتمنى التوفيق طبعا ان شاء الله للنادي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد طبعا بره الماتش بسبب الاصابه، واطمنا عليه النهارده وعرفنا ان هو 10 ايام ان شاء الله ويبقى جاهز عشان خاطر منتخب مصر ويشارك مع المنتخب، لانه واحد من الاعمال الاساسيه اللي بيعتمد عليها فيتوريا. عندنا ان شاء الله المؤتمر الصحفي كان النهارده بتاع الماتش، وجنش طبعا النهارده قال ايه؟ قال انا مش مصري، انا صيني. هو كل دوت طبعا اسقاط على عدم اختيار اي لاعب من فيوتشر الا عمر كمال عبد الواحد في منتخب مصر بعد القائمة الأولية اللي كانت 55 واحد اللي خلى اسمها من أي لاعب من فيوتشر إلا عمر كمال عبد الواحد. فده طبعا إسقاط على إزاي يعني إن واحد زي جنش أو حد من فيوتشر يعني. اختيارات المنتخب طبعا تخص مستر فيتوريا، وهو في الآخر اللي هيتسأل، وهو في الآخر اللي هيتحاسب على الكلام دوت. فلكن ده اعتراض من جنش، وكل واحد من حقه انه يقول اللي على مزاجه طالما ما فيش إساءة لحد. بالنسبة للمؤتمر الصحفي برضو كان النهاردة كولر قال لك لعيبة الأهلي معتادة على ضغط المباريات، ونحاول حل أزمة إنهاء الفرص نظريا. طبعا مفيش وقت للحلول عند كولر غير النظري، لأن طبعا الوقت ضيق ما بين كل ماتش وماتش. 48 ساعة يعني، الأهلي لعب أول امبارح يعني 72 ساعة بالظبط، ولكن هو 48 ساعة بتبقى يعني يوم الماتش ويوم الماتش ده ما تحسبش هندور على الوقت اللي ما بين الماتشين يعني. تاني حاجة الشناوي قال لك أنا لما سألوه هتلعب ولا لا، قال لهم ده قرار مستر كولر. بس أنا أعتقد إن الشناوي صعب يعني نلعب بالماتش. وبعدين من كولر، من واقعنا وشفنا كولر ما بيحبش المجازفة في اللعيبه اللي راجعه من الاصابه او وبعدين هو عنده شد، يعني عنده شد خفيف اي نعم، بس ما اعتقدش ان هو يلحق ماتش بكره. فاعتقد مصطفى شوبير هو اللي هيلعب. الاهلي بكره لازم يحل المواضيع التكتل الدفاعي اللي ممكن يبقى متوقع من مودرن فيوتشر عشان يوصل بالماتش ضربات الجزاء زي ما عمل مع بيراميدز. فلازم ياخد الاهلي اعظم ماتش فيوتشر وبيراميدز، ان هو يحاول يحل حكايه التكتل عن طريق بقى التسديدات، عن طريق اللعب على الاجناب، عن طريق ضربات الراس. هو الحاجات ديت عن طريق التحول السريع من الدفاع للهجوم والاتقان في انهاء الفرص، لان الماتش ده ماتش الفرصه يا جدعان. ماتش مش مفهوش يعني ممكن فرصه تجيلك هي اللي تخلص الماتش. زي كده ماتش سيراميكا، الكوره وامام عاشور وحطها خبطت داخل الجون، هو ده ماتش الفرصه. فممكن تجي لك فرصه تضيعها تندم عليها بعد كده. فان شاء الله لا، اللعيبه تركز ان شاء الله، التوفيق يبقى حالفهم بكره ونخلص الماتش. وبعد كده نبقى بقى كده كل حدث حديث، ونشوف صفقات يناير، ونشوف الاهلي هيعمل ايه في الصفقات عفوا.
ونشوف ايه اللي هيحصل. الاهلي هيجيب مين، وهيشوف مودست قاعد مودست ماشي. هنشوف كل حاجة يعني. يناير خلاص على الابواب كلها، 3 4 ايام. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة السنة الجديدة. وان شاء الله هنشوف ايه اللي هيحصل. نرجع قلت لكم في اول الفيديو ان احنا هنروح بسرعة نشوف كان في ايه النهارده في الدوري. كان في ماتشين النهارده بيتلعبوا في الدوري. كان عندنا زد والداخلية، وكان عندنا الماتش التاني، ماتش سموحة وطلائع الجيش. في ماتش سموحة وطلائع الجيش، الماتش اللي خلص في الآخر، قدر سموحة يتغلب على طلائع الجيش 1-0 بهدف من ضربة جزاء غلب حسام حسن في الدقيقة 31. في المباراة كانت متوسطة إلى حد ما، وسنحت بعض الفرص، ومن ضربة جزاء قدر صحيحة قدر حسام حسن يترجمها، وخلص الماتش 1-0 لسموحة. في الماتش التاني كان زد بيلاعب الداخلية الساعة 4 العصر، وانتهى الماتش ب3-1 لزد. أحرز أهداف زد شادي حسين ومصطفى زيكو ومحمد سمير، وضربة جزاء قلصت الفارق لصالح نادي الداخلية. مصطفى زيكو ده لاعب جامد جدا يا جدعان، والله الواد ده بصراحة حقه أهلي، حقه أهلي بصراحة. لو الأهلي يبص عليه هيكسب لاعب هداف هداف ومهاري وكل حاجة. أنا شايف إن الأهلي لو قدر يعني يخلص الموضوع ده مع زد ويجيب مصطفى زيكو، أنا شايف اللاعب ده لاعب كويس جدا، وحقه يروح منتخب كمان. شوفوا بقى يعني، عارف، فاكر استنساخ جده كده من حسن شحاتة؟ اهو زيكو دوت ممكن يبقى جده فيتوريا يعني. ممكن والله العظيم يعني، لو فيتوريا انصف ياخده معاه. الواد ده هداف ومهاري مهاري، وهيجي وجاي وجاي وهتشوفوا. وجهة نظري في زيكو دوت انه هيبقى حاجة كويسة، بس لو ربنا بعد عنه الإصابات وما اتصابش هيبقى حاجة كويسة في الكرة المصرية. وافتكروا الاسم ده، مصطفى زيكو. افتكروا الاسم دوت، وفي الاخر هتيجوا تقولوا ان كان في واحد كده بيقول على اليوتيوب ان مصطفى زيكو ده لاعب مهاري ولاعب كويس جدا ولاعب هيبقى حاجه كويسه. انا مش عايز اطول عليكم. ان شاء الله بكره بعد الماتش لما ان شاء الله نفرح بفوز النادي الاهلي نتكلم ونقول ونحلل ونقول كل حاجه ونفسر ونحلل الماتش ان شاء الله، وتكونوا مبسوطين عشان نعرف نتكلم ونسرد مع بعض اللي حصل. وان شاء الله نكون فرحانين كلنا بتفوق النادي الاهلي. انا طبعا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين تاني بمناسبه السنه الجديده. اشكركم والسلام عليكم. لا تنسوا اللايك، لا تنسوا الاشتراك في القناه. شكرا لكم، سلام عليكم.